بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أسامة أبو علي هنا. آخر فترة كان في كلام كتير على السوشيال ميديا وعلى الإنترنت وعلى التلفزيون وحاجات كتير حوالي اسمي. أنا عايز بس أقعد أوضح الأمور وأوضح كل حاجة من عندي أنا كوسام. وأولا طبعا أعتذر لجمهور نادي الأهلي، لرئيس نادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، وللإدارة وللعيبة اللي عندي بالفرقة وأي حد ليه مكان في قلبي زي الجمهور، على الحاجات اللي انا التصرف اللي انا عملته طبعا، والحاجات اللي حصلت من ناحيه وسام. انا مش عايز غير حب بيني وبين الجمهور وبين النادي وبين الاداره. انا لي فتره موجود في مرحله ضغوط اسريه شويه، وعملت حاجات وتصرفت بطريقه انا ممكن مش موافق عليها برضه، عشان دي انا ما بوافقش اي لعيب نادي في الاهلي يعمل كده، عشان ده نادي كبير، نادي عظيم، ده نادي كله حب وجماهيره حب. وعلاقتي بينه وبين النادي من اول يوم جميله جدا. هو النادي اللي طلعني لفوق فوق فوق. هو النادي، هو الجمهور اللي عملني ووصلني للمرحله دي، اللي خلتني يجيني فرصه احتراف، فرص انديه تانية، وصلني على موقف انه انا بقيت نجم في نادي الاهلي مع النجوم اللي موجوده دي كلها. النادي اللي خلاني اداني احلى سنه ونص في حياتي لغايه دلوقتي يعني. كل ما امشي في الشارع اقابل الجمهور هنا في مصر، دي احلى ايام في حياتي طبعا. الاحساس ده خلاني اصلا اشتري بيت هنا في مصر، وامي وابويا واخواتي يجوا هنا مصر يحسوا نفسهم في بلد التانية عندنا. فده طبعا عشان كده انا عايز اعتذر لجمهور تاني ولاداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب وللعيبه لو انا عملت حاجات مش كويسه ومش كلاعب نادي الاهلي ممنوع اعمل كده. فدي اول حاجه. تاني حاجه طبعا انا مشكور على الفتره كلها اللي انا قعدتها في النادي. دي احلى فتره في حياتي ممكن انا عديت عليها. من ماتش العين لاول دوري اكسبه، لاخد هداف الدوري في الاخر، يعني وفوق وتحت احنا الاهلي مع بعض. وانا حسيت بده كده. انا حسيت بفترات الصعبه اللي انا مرقت منها لما ما كنتش اجيب اجوان. الجمهور كان في ظهري وكان يسندني وساعدني تاني اوقف تاني على رجلي، ورحنا كاس العالم انديه ومعايا الثقه عشان الجمهور اداني الثقه تاني. والحمد لله طبعا انا مشكور جدا على الاحساس ده وعلى الجمهور اللي يبقى في ظهري كل يوم، اللي كان معايا من اول يوم، ومع شعب فلسطين كله برضه. هو النادي الاهلي اللي خلاني ابقى من نجوم منتخب فلسطين. ودي شرف لي طبعا ان انا اقدر امثل منتخب كده وشعب